مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي. أقارن بين العددين مستعملا الرموز. الرمز الأول نقرأ من اليمين إلى اليسار: أصغر من، أكبر من، يساوي. سؤال 13: في جهة اليمين رقم موجب 9، في جهة اليسار سالب 9، لأن اليمين أكبر من اليسار ولأن 9 أكبر من سالب 9، إذن هذا الرمز أكبر من 9 أكبر من سالب 9. سؤال 14: في جهة اليمين 56 موجبة و56 سالبة، الموجب دائما أكبر من السالب، إذن جهة اليمين أكبر من جهة اليسار، إذن أكبر من. سؤال 15: جهة اليمين موجب 16، جهة اليسار سالب، دائما الموجب أكبر من سالب، إذن أكبر من. سؤال 16: جهة اليمين سالب 52، جهة اليسار سالب 25، بس سالب 25 أكبر، أي سالب 52 أصغر من هذا الرمز. سؤال 17: جهة اليمين سالب 201، جهة اليسار سالب 102، 201 سالب أصغر من 102، إذن أصغر من. سؤال رقم 18: جهة اليمين 30 وموجبة موجب 30، سالب 300 دائما موجب أكبر، إذن أكبر من. اليمين أكبر من اليسار، إذن أكبر من. أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، أي بمعنى تصاعدي. سؤال رقم 19 ورتبتهم بهذا الشكل: سالب 51 سالب 32 سالب 23، أكبرهم سالب 15. سؤال 20: عندي هذا العدد سالب وهذا العدد سالب، بس أيهما أصغر؟ سالب 27 أصغر من سالب 17. بعدين عندي هذا الرقم 0 بعد الأرقام السالبة، وبعدين عندي رقمين موجبين، هذا رقم موجب وهذا موجب، 27 أكبر الأرقام. أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر تنازلي، كل الأعداد اللي عندي سالبة ولكن أكبرهم هو سالب 16، بعدين سالب 19، وراها سالب 61، وبعدين أصغر عدد سالب 91. سؤال رقم 23: أكتب الأعداد الصحيحة المحصورة بين سالب 21 وسالب 77، والتي رقم أحاد كل منها 4، ثم أرتبها تصاعدي. أكتب كل الأعداد المحصورة بين سالب 21 وسالب 77 واللي رقم أحادها 4، يعني أول رقم من اليمين 4 لازم يكون. الرقم الثاني مو مشكلة. هذا الترتيب الموجود ترتيب تنازلي، يعني بديت من الأكبر وكل مرة العدد يصير أصغر.
ولكن من السؤال يريدون بصورة تصاعدية، إذن أكتبهم بالعكس. أكتب أول عدد هذا -74، بعدين -64، وراه -54، 44، 34 و24. هذا بصورة تصاعدية، يعني من الصغير إلى الكبير. سؤال رقم 24: سجلت درجات الحرارة السليزية في بعض عواصم الدول كما في الجدول الآتي. عندي الدول، عندي مثلا طشقند درجة الحرارة -5، يعني 5 درجات تحت الصفر. بغداد -12. موسكو -12. وعمان -2. كيف أرتبهم تصاعدي؟ يعني أبدي من الصغير للكبير. أصغر رقم، أصغر عدد -12، -5، بعدين زائد أو -2 وموجب 12. تنازلي أبدي بالرقم الأكبر، أكتب -12، -2، -5، -12. مسألة مفتوحة. سؤال رقم 25: أكتب 5 أعداد صحيحة سالبة وأرتبها من الأصغر إلى الأكبر. يعني أي أعداد أنا أختار. مثلا كتبت -2022، -110، -55، -41 و3. لازم يكون الترتيب من الأصغر إلى الأكبر، يعني -3 أكبرهم و-2022 أصغرهم. اكتشف الخطأ. سؤال 26: قارن سالم وجاسم بين -8 و-15. أجاب سالم إنه -8 أصغر من -15، وأجاب جاسم -8 أكبر من -15. طبعا جاسم جواب صحيح، لأنه -8 أكبر من -15، ولكن 15 موجب 15 أكبر من موجب 8، ولكن عندما يصير سالب يكون بالعكس. 5 أعداد صحيحة سالبة وموجبة أرتبها من الأكبر إلى الأصغر. أعداد أنا أختار قسم من الأعداد تكون سالبة، وقسم من الأعداد تكون موجبة، وأرتبها من الكبير إلى الصغير. كل واحد يقدر يختار كيف الأعداد. إلى اللقاء في درس جديد.